انا هقول لكم على اسم العيله النهارده. السبب الاساسي في امريكا وفي كل العالم ان الناس تخسر فلوس كتير جدا عشان توصل للعيله ديت. للاسف ناس كتير مش فاهمه ازاي توصل للعيله دي. تعال اقول لك العيله دي اسمها ايه وتوصل لها ازاي. ناس كتير بتاخد كورسات في التجاره الالكترونيه وهم بياخدوا كورس عند الام لكن ما بياخدوش كورس عند بناتها. تعال افهمك ازاي. الام اسمها تجاره الكترونيه، عندها 5 بنات. اول بنت اسمها افليت، تاني بنت اسمها اربيتراج، تالت بنت اسمها دروب شيبنج، رابع بنت اسمها برنت اون ديماند، خامس بنت اسمها براندنج. طب انت لو عايز تتجوز واحده هتروح تتجوز الخمسه؟ طب ما انت هتقع معكش فلوس تدفع الفلوس دي كلها. فالناس اللي بتاخد كورس عند الام بتدي له 5 بنات بتقول له البس عشان خارجين، وفي الاخر بيلبس وبيخرج. نتكلم عن اول بنت وهي الافليت. الافليت دي بنت كسوله جدا وكل ما عليها ان مستنيه حد يبعت لها منتج عشان تطلع بيه في الكاميرا او تعمل ادفرتايزنج لو بتعرف تعمل ادفرتايزنج ب $100 وتكسب $300. ازاي؟ ان هي ولا ليها دعوه بانفنتوري ولا مرتجعات ولا كاستمر سيرفيس ولا اي حاجه. هي كل ما عليها بتقول المنتج ده للبيع، روحوا خدوه من عندي من اللينك بتاعي. خلينا بقى نروح للبنت الثانيه وهي الدروب شيبنج. الدروب شيبنج هو بيكسب نفس المكاسب، ممكن اكتر شويه من الافليت، يعني 2 $3، بس للاسف بيديل مع الكاستمر سيرفيس مرتجعات وكل حاجه، وده اللي بيخليه يقع بسرعه. البنت بقى دي بنت رايقه جدا، بتحب الديزاين، هي بتحب تعمل ديزاين، فعندها بلاتفورم تجيب الديزاين بتاعها اللي عملته. عندها بلاتفورم بيقولوا لها يا ستي تعالي هاتي الديزاين بتاعك حطيه على التيشيرتات بتاعتنا واعمليهم ديسبلاي ان انت تحطيهم على اي باي وامازون واي حته، ولما يجي لك الاوردر احنا هنعمل كل حاجه، هنطبع كمان هنحط البراند بتاعك او اسمك على التيشيرتات اللي انت بتبيعها. فانت كل ما عليكي تعملي الديزاين تحطيه عندنا احنا نبعته، انت تكسبي فلوس الفرق بعد ما تشتري مننا. هي جميله جدا اللي هي البراندنج. البراندنج دي بنت بقى رايقه وعايقه، عايزه بقى تعمل براند وعايزه تحط واحد يحط فلوس كتير عشان يتجوزها. براند، كواليتي كنترول، كواليتي انشور، يعمل شيبنج للبضاعه اللي عنده، يعمل لها ديزاين ويرجعها تاني ويعمل لها اوديت ويرجعها تاني ويجربها بنفسه ويحط يعمل كده تاتش اب ويقول عملوا لي ده. في الاخر لما بيعمل كل حاجه بيبعت جزء الامازون وجزء للانفنتوري بتاعه، وبيبيع من هنا ومن هنا، يعني عن طريق الويب سايت بتاعه، يعني عن طريق بلاتفورمز لايك وول مارت، امازون اور اي باي. واخر بنت اللي هي الاربيتراج. الاربيتراج دي عباره عن ان انت بتاخد منتج زي ما انتوا شفتوا لي كده. انا شاركت البنت دي، رحت اخدت منتج ورحت قلبته وعملت سكان ورحت قلبه في اي باي وامازون او اي باي او اي حته، وانا اللي ببعت المنتج لنا. بجرب حاجه اسمها التجاره الالكترونيه عشان اوصل للليفل اللي بعده، اذا كان بقى افليت اذا كان براندنج. فريد بقى لما تيجي تاخد كورس في التجاره الالكترونيه موفينج فورورد ما تشاركش الام وشارك بناتها. بس كده الفيديو خلص، وهو ده اللي بيخسر اي بني ادم يخش في التجاره الالكترونيه عشان بيخش على العيله كلها، ما بياخدش فرد من العيله يشاركه. قولي بقى في الكومنت انهي طريقه عجبتكم وانهي طريقه عايزين نعمل بريك داون واقول ايه التولز بتاعتها كمان. يلا سلام.